الدولة كتأكد أن العرض ديال القطيع كافي، ولكن الواقع في السوق كيعطينا صورة مختلفة. علاش الثمن الحولي مرتفع رغم تطمينات الدولة؟ عيد الأضحى ماشي غير شعيرة دينية، بل حدث اقتصادي موسمي ضخم. في هذه الفترة الطلب كيقفز بشكل حاد، حيث ملايين الأسر كيدخلوا للسوق في آن واحد. ورغم أن المعطيات الرسمية كتشير إلى توفر القطيع، الأسعار غادة في مسار تصاعدي ما كيتوافقش مع هذه الوفرة. من منظور اقتصادي القاعدة واضحة: إذا كان العرض كافي والطلب معروف، الأسعار خاصها تبقى مستقرة أو تميل للانخفاض. لكن في واقع عيد الأضحى هذا العام كاين خلل كيعطل هذا التوازن اللي مفروض يكون. هنا كنهضروا على الشناقة اللي كيشريو عدد كبير من الأغنام قبل الذروة ديال الشراء، وكيجمدوها مؤقتا من بعد كيتم إعادة طرحها في السوق خلال فترة الطلب المرتفع. بهذا الشكل كيتحكموا في العرض الحقيقي، والنتيجة هي سوق ما كيعكسش الوفرة الفعلية، بل كيعكس قوة التحكم والمضاربة. هذا الوضع كيخلق ثلاثة ديال النتائج مباشرة: ضغط على القدرة الشرائية ديال الأسر، وتهميش الفلاح الصغير، وكذلك تحويل الربح من المنتج الحقيقي إلى الوسيط والشناق. ناخذ مثال بسيط: الفلاح كيبيع الكبش بحوالي 2000 درهم للشناق، لكن بعد دخول الوسطاء للسوق نفس الكبش كيوصل بين 4000 و 7000 درهم. هذا الفارق ماشي ناتج عن نقص في العرض، بل عن التحكم في السوق من الشناقة وعدم تنظيم السوق. والأثر كيبان مباشرة على الأسر، خصوصا الطبقة المتوسطة والضعيفة اللي كتحمل العبء الأكبر في فترة زمنية قصيرة. بالتالي الحلول الممكنة واضحة: كاين فتح قنوات للبيع المباشر من الفلاح المستهلك، تقليص دور الوسطاء غير المنظمين، وفرض شفافية أكبر على الأسواق الموسمية. الهدف هو واحد: أن الوفرة تنعكس فعلا على السعر النهائي، ماشي تتحول لفرصة مضاربة. عيد الأضحى خاصو يبقى مناسبة دينية وروحية واجتماعية، ماشي مجال إعادة توزيع الأرباح بشكل غير عادل. الخلاصة واضحة: العيد فرحة، ولكن السوق خاصو يكون عادل. العدالة الاقتصادية كتبدا من تنظيم بسيط وشفاف للسوق،